السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكون احوالكم كلها طيبه وجيده. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اللي اخيرا تحط فيديو من بعد تقريبا عام البنات، عام ما حطيت حتى شي حاجه في القناه ديالي. ولكن والله العظيم ماشي لخاطري، عندي ظروف اللي خلاتني اننا نغيب على القناه. واخا ما عنديش لي زابوني بزاف، ما عنديش. ولكن عندي واحد الفئه اللي كتسول عليا بزاف وكتقول لي مروه ما كغبرتي، مروه علاش ما بقيتيش كتحطي فيديوهات؟ فهمتوا يعني كذا كذا. والله البنات الا دازو عندي واحد الظروف اللي ما نعاودش لكم. المهم اش غنقول لكم باش غنبدا لكم. المهم اليوم غادي نبارطاجي معكم هذا الفيديو اللي خفيف ظريف، غير باش نهضر معكم فيه ونقول لكم السبب الغياب ديالي، وفي نفس الوقت نحفزكم. واللي عندها شي حاجه تنوض ديرها، واللي عندها شي ماعن تنوض تغسلهم، واللي عندها شي شقه تنوض ديرو، وحنا مجمعين مع بعضياتنا. المهم البنات، الحاجه اللي خلاتني نغبر عليكم اللي هي اول حاجه هو الحمل ديالي. انا البنات دابا عام هذا، المهم نقدر نقول مازال ما كملش العام. المهم النهار اللي قطعت فيه القناه ديالي، هي فاش بديت كان المهم دوك عرفتوا راكم عارفين راه اي ام دازت من هاد المرحله غادي تكون حاسه بيا. ما كيكونش عندك القناه فاش كتكوني حامله، ما كتكونش عندك القناه للتصوير. تتبغي تنعسي محيطمه وبزاف ديال الحوايج. صافي انا جا واحد النهار، المهم ما نكذبش عليكم لقيت راسي حامله. آه اش غنقول لكم، ما بقاش عندي كاع القناه انني نهز التليفون ونصور ونرجع كما كانت، ديك الحيويه وديك الطاقه، يعني تنقول ديك الطاقه اللي بغيت نعطي للبنات، وديك الحيويه وداك الشيء وداك التحفيز ما بقاش عندي. كيفاش غادي ندير؟ صافي وانا نحبس. المهم الحمد لله دازت هذيك 9 شهور، واخا صعيبه، ولكن الحمد لله تفكيت بخير وعلى خير. رزقني الله بواحد الوليد. الحمد لله دابا راه عنده شهرين. ايوا قررت انني نرجع للقناه ديالي ونخدم على راسي ونبارطاجي معكم اي حاجه، يعني اي حاجه درتها. المهم باش ما نكذبش عليكم، انا من النوع اللي قناه ما بغيتش نخليها باي طريقه. واخا نقعد حتى عامين نغبر، ضروري خاصني نرجع لقناتي ونخدم عليها ونبارطاجي معكم اي حاجه. انا كنحفزكم وانتم كتحفزوني في نفس الوقت. المهم البنات، هذا هو اول حاجه اللي خلتني نغبر عليكم. ثاني حاجه هو الزنزال اللي كان جا البنات. اش غنقول لكم البنات، عرفتوني كنتفكر هذاك النهار وانا كنت حامله، وكانت عندي وقيله 7 شهور طالعه في 8 شهور اللي كانت عندي. عرفتي الحمد لله ربي راه كيستر، الحمد لله ربي كيستر. اصعب لحظات حياتي دوزتهم الحمد لله. عرفتي يا البنات، انا راه من النوع اللي اش غنقول لكم كنخاف بزاف. ولكن الحمد لله داك النهار عطاني الله واحد القوه، ما نكذبش عليكم. مع انه حنا هنا في مراكش راه جانا الزلزال، يعني راه ماشي حسينا بها شي حاجه بزاف. انا كي وقع ليا كنت في الكوزينه لو بنتي، انا كنطيب العشاء، بنتي شاده كتابها وتمارينها وداكشي كتقادهم، انا كنقريها في نفس الوقت كنطيب العشاء. ايوا يا البنات ما نكذبش عليكم، عارفه ربي عطاني واحد القوه انني فاش سمعت هذاك الزلزال داك الصوت عاد باش تزعزعات بيا ديك، عرفتي خصوصا اللي ما يحسوا بيا اللي كانوا الفوق، زعزعات بيا ديك الدنيا هكاك. ما نكذبش عليكم راه طلع شتو من بين عينيا. عرفتي الله عطاني واحد القوه انني نطفي البوطه ونهز بنتي ونبقى كنجري بها، ومع انني ساكنه الفوق. عرفتي نزلت كنجري وانا تنقول لكم عندي 8 شهور طالعه في 8 شهور، انا حامله طالعه في 8 شهور وهازه بنتي. وبنتي تبارك الله راه عندها 6 سنين. تصوروا هازه وثقيله وكنزل باقي لدابا ما مستوعباش انني انا هزيت بنتي ومتقله ونزلت مع الدروج هكا كيميلوا، ما فهمتش. ولكن الحمد لله راه ربي كيستر وربي كينجي، الحمد لله على كل حال. والله يرحم دوك الناس اللي ماتوا والناس اللي عندهم الضرر. الحمد لله حنا الحمد لله ما عندناش شي ضرر ولا شي حاجه، دازت سالمه الحمد لله. والله يرحم الناس اللي ماتوا، والله يعوض الناس اللي مشاو لهم ديورهم بزاف ديال الحوايج. ايوا هادشي اللي كاين البنات، وهذا الشيء اللي خلاني نغيب عليكم ونغيب على القناه ديالي.
والحمد لله ملي تفكيت على خير كي قلت لكم دابا شهرين هادي باش تفكيت على خير وبخير الحمد لله. ودازت الولاده ديالي شويه صعيبه، ولكن الحمد لله خلى مولاها بدا تشوفي عميناتو تتنسي وجيعاتو. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا صافي وقلت علاش ما نرجعش المتتبعات ديالي، نرجع معاهم نرجعوا تاني اكتيف ونبداو نحطوا تاني هذا الوصفات والروتينات ونبارطاجي معكم النهار بالنهار. وراكم عارفين انا راه الفيديوهات كاملين ديالي راه ما كنتصنعش فيهم، واي حاجه كنعيشها في ظهري كنبارطاجيها معكم كيف ما كانت. الحمد لله. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم بزاف. هذا الفيديو اللي درت لكم بعدا اليوم درتو لكم غير باش معرفتش باش نقول لكم السبب الغياب ديالو. في نفس الوقت ما بغيتش نخلي الفيديو، ما بغيتش نحط الكاميرا قدامي ونبقى غير قاعده وكنهضر. قلت لهم ما ندير فيديو هكايا كنقضي فيه الشغل وكندير فيه هذا وفي نفس الوقت نجمع معكم. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم الفيديو ديالي هو هذا، راه نض بكري البنات راكم شفتوا. انا البنات حيتاش اليوم كانت عندي الجلبه ديال ولدي، كانت عندي جلبه ديال ولدي ديال شهرين. ايوا فقت بكري كما وريتكم في الاول ديال الفيديو، فقت بكري طيبت فطوري. المهم اول حاجه انا ضروري الحريره مع الصباح. راكم عارفين في الفيديوهات اللي قبل اللي كنصور لكم كنقول لكم ما كنطيبها انا بالليل، اين فوا كتشد كنشربوها مع الصباح، ما كنخليوهاش. ضروري الحريره في الشتوى هادي ما يحيدهاش لينا الطبيب. المهم كيف قلت لكم نوضت بنتي لبستها حويجاتها قديت لها فطورها، ما كتبيش تفطر ليا في الدار وخصوصا هي مع الصباح ما كتبيش تفطر. قديت لها مسائلها صافي نوضت راجلي باش يديها. ايوا كنتفاجئوا ان الاضراب عاوتاني الاثنين قراتو، الثلاث ما قراتوش حتى السبت. هذا حالنا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. هنا كتشوفوا صورت لكم واحد البقيطه. هنايا راه يلا جينا من الجلبه. درت ليه الدواء ديالو، عطيتو مسائل باش ما طلعش ليه سخان ولا شي حاجه. صافي الحمد لله هو مرتاتو شي شويه ولكن الحمد لله. صافي من بعد هنايا صورت لكم عاوتاني العشيه مشيت تغديت المقله ديالي خاصاني كامله، حيتاش ما نكذبش عليكم انا راه عزيز عليا وكنت كنقولها لكم حتى في الفيديوهات القدام ديالي. انا عزيز عليا يكون عندي كلشي في الدار متوفر عندي، نحل الثلاجه نلقى كلشي كاين. يعني ماشي كلشي يعني راه يكون عندك غير شوي 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 من الحاجه، ولكن ملي تبي تقضي تلقاي هذيك الحاجه. ماشي شي بعض المرات كتبيع هذا لا ما تشا خاصني لا خاصتني الفلفله لا ما عنديش هادي بغيت نصاوب هاد الشهيوه ما عنديش هادشي تنقول لكم البنات ما فيها باش تقداو واخا كيلو 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 من الحاجه وتخبيو دوك المسائل ديالكم في الثلاجه وكل شيء يكون متوفر عندكم. زعما ما تحلوش. المهم كما شفتوا راه الخضره ديالي كلها تقديتها واخا الشحط ثاني في الخضره. ماطاشه دايره 280 ريال. عرفتي شنو هي 280 راه الاخر. انا بقيت غير تنشوف، ولكن الحمد لله راه كلها تياكل رزقو. حنا راه كنجيبو قياسنا وداكشي باش بينا نقضيو داكشي اللي غيدي لينا سيمانه حتى نقولوا كاع حنا حتى لديك 10 ايام. الله يجعل البركه ونعاودو نتقداو خضره اخرى. ايوا هادشي اللي كاين. المهم راه بارطاجيت معكم الخضره ديالي اللي خديت على قياسي داكشي اللي بغيت نقضي بيه. وانا كنشري في الخضره داكشي اللي بغيت ناكل، يعني داكشي كيبغي راجلي وكنبغيو حنا في الدار. شي حاجه اللي الخضره اللي ما كتهمنيش ما كناخذهاش الصراحه هي هادي. سمحوا لي. هنا البنات الخص تندير ليها هذه الطريقه. انا الصراحه ما كنتش كنعرف هذه الطريقه. لقيتها عند واحد السيده في اليوتيوب كتدير هذه طريقه الخص اللي زعما الا ما بغيتيش الخص يخسر لك وداكشي. انا ديما كنشري خصه كنخدم بها 2 مرات وكتخسر لي ولا مره، يعني كتضيع كتبقى هكاك. هاد القضيه هادي جربتها ونجحات ليا ولات هي المعتمده عندي. كنغسلوه مزيان كما شفتوا معايا وكندير ليه الخل وكنخليه راقد في الخل واحد شويه. من بعد ملي كيخليوه في اطول مده ما خفتو منه حتى شي حاجه صافي. ومني كتخليوه حتى تسقطر وكتنشفوه. المهم انا راه غادي المهم راني غادي معكم دقه حتى تشوفوا. تما البنات وريتكم الخرشوف حتى هو تقديتو نقيتو درت ليه الحامض غسلته مزيان. هو اللي ان شاء الله غندير الغدا. انا صافي صوبت المسائل كاع داكشي تقديت كل حاجه كنقادها بلاصتها. هنا شتي الخصه البنات كما درت لي كنفرش واحد السريبيته تكون ناشفه وكنفرش على داك الخص وكنبقى نشف. كاين اللي عنده ديك
ديك الشبيكه اللي كتعصر كتبقاي تدوريها كتعصر لك الحاجه اللي قامه الخوص هذا زوينه. هذيك الا لقيتها بغيت ناخذها كتعجبني انا هذيك، ولكن انا ما عنديش. المهم اللي ما عندوش شي قجيره هكا بحالي وصافي. انا راه كما كتشوفوا معايا راه نشفتو مزيان وغادي نعاودو ثاني في سريبيته اخرى كما شفتوا معايا. ها انتم راه نشفتو على 2 مرات، ما خصوش يبقى فيه داك الماء. وصافي كناخذ واحد السوبيره وكندير فيها الخص ديالي. وقت ما بغيت نخدم به ولا بغيت نديرو فشي شريضه وشي حاجه كنخرج السوبيره كنهز القياس اللي بغيت وكنخدم به. وهذا الشيء اللي كاين راه كلشي البنات عطا الله. شتي هي الافكار واللي ما عرفناش ليها راه دابا الحمد لله اليوتيوب كلشي ولا متوفر وكلشي ولا كاين. حتى شي حاجه ما ولات صعيبه، حتى شي حاجه اللي بغيتيها تلقايها. وبحال انا هاد الخص وحق الله البنات الا كنت كنخدم به غير مره وشي بعض المرات ما كنخدم بها كاع وكتخسر ليا ما كيبقى ليا فيها حتى شي حاجه. ايوا هادشي اللي كاين. يعني ثاني بارطاجيت معكم كنصاوب القزبور. هنا ثاني تناخذ القزبور كان بواحد الكميه ماشي كثيره. هنا راه جوج رباط اللي خديت غسلتهم مزيان حتى تسقطروا مزيان وبغيت نقرضهم. انا كنقرضهم غير بديك هادي ديال اليدين هكا ديال القراده. ما كنديرش انا الهاشوار ديال الضو حيت شي بعض المرات كيجيبوا ليا مطحون بزاف تيولي مياه، وشي بعض المرات كيجيبوا ليا ما مطحونش. ما عرفتش ما كتعجبنيش انا في القزبر الصراحه. هي هادي انا كنفضل ندير هاد القراده هادي احسن ليا كتخرجوا ليا كيف ما انا بغيتو. ايوا هادشي اللي كاين البنات. ايوا كما قلت لكم البنات صافي هادشي اللي كاين. وانا راه من النوع اللي كنحماق على الشغل بالليل. الشغل بالليل انا كنتسطى عليه عاد كيجيني انا راه حتى الليل عاد كيبان لي بغيت ندير هادي وبغيت ندير هادي وبغيت ندير هادي. المهم اللي بحالي تقول عليه في الكومونتيرات. ايوا هادشي اللي كاين. المهم حنا هكا العيالات دايرين مره الكاله كاينه مره الكاله ما كايناش وغادي هكاك. ايوا المهم كما قلت لكم صافي قديت هذا الشيء كله ولا تقديت من السوق كله زعما قديتو ما خليت حتى شي حاجه ناقصه. هنا كنت تشوفوا راه اللي قامه حتى هي قديتها القزبور الكرافس كلشي بغيت زعما صاوبتو بغيت حتى كل حاجه نحطها في بلاصتها. هنا البنات علاش كنقول لكم كل حاجه تكون عندكم. حتى شي بعض المرات كتنوضي مع داك الصباح ما كتلقاي اللي بيت ما كتلقايش اللي يتقدى لك راجلك في الخدمه كتزيري لا هما الحاجه نطلع عليها في الثلاجه تبان ليا فيها شويه نعاود ناخذها قبل ما تسالي ليا باش ما نلقاوش المشكل. وخصوصا حنا اللي عندنا وليدات شويه تنعانيو الا ما تلقايش اللي قبلك وليداتك غاديه للحانوت يعني بزاف الحوايج خصوصا الا كانت عندك التربيه. ايوا هادشي اللي كاين البنات. وهنا راه غادي يسالي الفيديو ديالي. كنتمنى ان الفيديو ديالي يعجبكم. هذه غير الفيديو عادي اللي زعما بغيتي نوضح فيه علاش غبت على القناه ديالي وعلاش ما بقيتش كنصور معاكم. صافي هادشي اللي كاين. وفي نفس الوقت بغيت نشرح لكم زعما شنو كاين. واللي عجبها الفيديو تخلي لي واحد اللايك وتخلي لي الكومونتيرات الزوينين ديالكم. ايوا هادشي اللي كاين. وانا الثاني راه صورت لكم جلبه تاعي قديتها بغيت نحطها في الفريغو. المهم البنات هلاو فراسكم. نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.